السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة مختلف عن الفيديوهات اللي بنزلها. النهاردة عاملة لكم فيديو مشتريات كده صغير جدا، بس هوضح لكم فيه حاجة صغيرة، وكمان جايبه لكم الأسعار عشان دي شوية خضار كده هنعمله منهم مخلل، وهنخزنه منهم شوية خضار لرمضان او لبعد رمضان. ففي حاجات كده عايزه اقول لكم عليها في الاسعار. وكمان يعني عايزه اقول لكم تاخدوا بالكم من حاجه كده وانتوا بتشتروا الخضار. اول حاجه احنا جايبين الليمون ده هنعمله مخلل وهنخزنه منه، وان شاء الله هتشوفوه في الفيديوهات الجايه. الليمون ده سعره انا جايباه ب 8 جنيه، وهو بيتباع ب 10 وبيتباع ب 12. فزي ما انتوا يعني المنطقه بتاعتكم بتبيعوا بكام؟ في ناس مثلا بيبقى في عندها ارخص وفي عندها بيبقى اغلى. المنطقه اللي انا يعني موجوده فيها هو لقيت في ناس بتبيعه ب8 وفي ناس بتبيعه ب10. فالسعر ده مناسب جدا ان انتوا تجيبوا وتخزنوا منه، لان هو بجوده عاليه، وكمان زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اصفر كده وكبير، وبيبقى جميل جدا في التخليل وكمان في التخزين. وهقول لكم في الفيديو الجاي هخلله ازاي وكمان هخزنه ازاي. مش بيتخزن لفتره طويله، انا بخزنه ممكن يقعد معايا لحد اخر رمضان. هقول لكم هخزنه ازاي. ده الليمون اللي انا جبته. بصوا بقى، دي البسله. الحاجة او الملحوظة اللي انا عاملة الفيديو ده مخصوص عليها، هقول لكم ايه. البسلة طبعا مش موجودة في رمضان، سوري، مش موجودة في الصيف، لكن سعرها غالي جدا. هي ب 18 جنيه وفي ب 20 وفي كمان فوق ال 20 جنيه. فما ينفعش ان انا اروح اجيبها بالغالي واخزنها. فانت ممكن تجيبي على قدك، مثلا اكلة اكلتين كاختلاف بس في الاكلات بتاعت موسم الشتاء. هي البسلة انا جبتها سعرها 18 جنيه بس، ما شاء الله جايباها جميلة جدا. ولاحظوا وانتوا بتجيبوها ما تجيبوش اللي هي الخضرة اللي هي بتبقى رفيعة، جيبوا اللي هي ناشفة شوية، وبتكون مليانة، يعني لونها فاتح كده. دي اللي هتلاقوها مليانة في الوقت الحالي. الخضرة المليانة كانت في اول الشتاء، يعني في الشتاء هي اللي كانت بتبقى حلوة. تمام. ودي بردك هنخزنها مع بعض في فيديو الجاي بإذن الله. وده الطماطم طبعا اسعارها مختلفة عن منطقة والمنطقة برضو. انا جايباها دي ب6 جنيه ونص. يعني جبت منها بردك على قد الاستعمال، ما جبتش للتخزين، لاني لسه ما خزنت، مش هخزن طماطم دلوقتي، لاني بردك سعرها عالي. هي ممكن تعلى اكتر، فانا هقول لكم انا ممكن بخزن ازاي. ودي بطاطس اللي هي فيها نقط حمرا، دي هي دي بتاعه القلي، وبتبقى حلوه بردك في الطبيخ. دي بردك جايباها ب6 جنيه ونص. وده جزر هنعمل منه طبعا على البسلة، وهنعمل منه مخلل. فده جايباه بسعره 8 جنيه. ففي بردك مناطق بتبقى اقل، في ممكن تبقى ب5 ب6، بس هو انا جايباه في المنطقة اللي انا فيها ده ب8 جنيه. وكمان جبت كرنبيت، بردك هضيفه على المخلل. انا جبت قطعة صغيرة، يعني مش واحدة زهرة على بعضها كاملة. دي سعرها كان عامل 5 جنيه. فالاسعار انا بقول لكم ان الاسعار عالية. بلاش نجيبه بالسعر العالي ونحطه ونخزنه. انت ممكن بس يعني ان انت تجيبي ايه، كيلو 2 كيلو على قد، بس تغيير كتغيير في رمضان او بعد رمضان. تمام. اللي قدامكم ده سلق، وطبعا طالما سلق يبقى قلقاس. فانا جبت بردك هشيل بردك كده كيس، او يعني زي ما يجي معايا كيس او كيسين من القلقاس. وخدوا بالكم ان انتوا لازم تجيبوا معاه السلق بتاعه عشان تخزنوه معاه. القلقاس بيبقى بردك مختلف كده في رمضان، لانه خلاص بردك قرب يمشي، ممكن ما نلاقوهوش في رمضان. فبردك جبت منه كاختلاف اكله او حاجه لرمضان او بعد رمضان. عايزه اقول لكم القلقاس دلوقتي غالي، انا جبته سعره 15 جنيه. والسلق طبعا الحزمه ما اعتقد ب2 جنيه او حاجه. تمام. السعر بردك 15 جنيه، مش رخيص، عشان كده ما كترتش منه. تمام. ده بردك الخيار، وده بردك سعره رخيص مش غالي، ب6 جنيه. جبت منه بردك عشان نعمله منه المخلل. وطبعا بردك هسيبه في التلاجة، هقولكم بردك طريقة تخزينه عاملة ازاي. دلوقتي جبت كمان كوسة، والكوسة دي انا كنت جايباها مش هخزنها، لان انا ما بخزنش كوسة لان ما بتبقاش حلوة في التخزين.
جبتها سعرها 8 جنيه، وفي ناس بتبيع الأكبر منها، أكبر من المقاس ده بيبيعوها ب6 جنيه ب5 جنيه. بس المقاس الحلو ده اللي هو بتاع الحشو ده كان بعامل 8 جنيه. فالأسعار إلى حد ما وسط، ولا هي غالية قوي، بس في حاجات غالية جدا زي البسلة والقلقاس والحاجات دي. فأنا بقول لكم إن الأسعار، الحاجة اللي تلاقوها غالية ما تجيبوش منها كميات وتخزنوها، لان ده مش توفير خالص. بالعكس ده كده انت يعني بتتعبي نفسك على الفاضي. فانت تقدري ان انت تجيبي بس كتنويع في الاكل، كيس كيسين، كيلو او 2 كيلو على قد الوجبة اللي انت هتعمليها، وبس كده. تشيليهم بس كده كنوع من التغيير في الاكلات، لان طبعا احنا عارفين ان في الصيف مفيش خضار كتير. وان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا من الاسعار. اللي عايز ينزل يشتري او حاجة يكون عارف الاسعار ايه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تفجيرات رمضان، ورمضان كريم علينا وعليكم باذن الله، وربنا يعيننا على الاسعار. ولو عايزين اي استفسار سيبولي كومنت. باي باي.